بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم علمني بما تنفعني وانفعنا اللهم بما علمتني وزدنا علما. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الأري وخدنا أمثلة عليها كتير. إن شاء الله النهاردة عندنا مفهوم جديد اسمه الفانكشن أو الميثود. يعني إيه فانكشن أو ميثود؟ قال لك ده بيبقى عبارة عن بلوك اوف كود، مجموعة أكواد بتنفذ لي حاجة معينة. يعني أنا مثلا عشان أجمع رقمين كنت بعمل انت اكس الرقم الأول، انت واي الرقم التاني، وبعدين أقول له انت صم اللي هحط فيه الإكس والواي، وأقول له الإكس ده بيكوال 5 والواي بيكوال 10، وأقول له هنا الصم بيكوال إكس زائد الواي، وبعدين أجي أطبع أجي أطبع الصم ده. شايف كام خطوة عشان أجمع رقمين بس، في حين إن أنا ممكن أكتب كده أقول له صم يجمع لي الرقمين دول 5 و10 سيميكون. السطر ده هينفذ مجموعة الأكواد دي، هي دي الميثود. يعني الصم دي هي ميثود، إن أنا بيبقى عندي مجموعة أكواد أو بلوك اوف كود. بلوك اوف كود يعني مجموعة أكواد كده بتنفذ لي حاجة معينة، اللي هو هاجمع رقمين مثلا أيا كان بقى. طب أكتب فين الميثود دي أو أعملها إزاي؟ قال لك عشان تكتب الميثود لازم تعرف الأول عندي حاجة اسمها نيم سبيس. جوه النيم سبيس بيبقى فيه كلاس، جوه الكلاس بيبقى فيه فانكشن. المين دي اسمها المين فانكشن، هي فانكشن أو ميثود. ما ينفعش أكتب جواها فانكشن تاني، لا أكتبها فين؟ يا هنا جوه الكلاس أكتب هنا ميثود، تمام، أو هنا أيا كان فوق أو تحت. يبقى فين؟ بره المين، جوه الكلاس، بره فانكشن المين جوه الكلاس. يبقى النيم سبيس جواه كلاس وجواه ايه كذا ميثود بقى. طب اكتب الميثود ازاي؟ قال لك بتكتب public static، ده اللي عايزك تحفظهم. public static دول ثابتين معاك. البابليك دي ممكن تتغير بعد كده، ممكن تبقى برايفت، والستاتيك دي ممكن تبقى نون ستاتيك، بس اللي انت عايزك تعرفه دلوقتي ان ده ستاتيك. void دي ثابته معاك، وبعدها بتكتب اسم الايه الميثود، وليكن هنطبع مثلا اسمها برنت، تعمل القوسين دول. يبقى بكتب هنا اسم الميثود وليكن برنت والقوسين بتاع الميثود، وبعدين بعمل ايه؟ بفتح بلوك اوف كود او الكيرلي براكتس بتاعتي اللي انا بكتب الكود بتاعي، ولكن هنعمل ايه؟ هنطبع مثلا كلمة احمد حسن، تمام. يبقى انا عملت ايه؟ عرفت ميثود النوع public ونوعها static void public static void، وده اسم الميثود اللي بيتغير معايا كل مرة، والقوسين بتاع الميثود، وهنا اللي ايه اللي هينفذ لي. طب لو جيت ادوس كنترول F5 دلوقتي بيرن معانا تحت هنا اهو. ظهر حاجة؟ لا ما ظهرش. طب ازاي استخدم بقى الميثود؟ قالك بتعمل حاجة اسمها call message، شايف كاتبها لك لوحديها، او call function. تمام، يعني ايه call؟ يعني بناديها، بستدعيها، بستخدمها بمعنى الاصح. قالك بتعمل ايه؟ بتكتب اسم الميثود دي وتعمل قوسين بتاع الميثود، تقفل بسيمي كولن، يبقى اي كلمة جنبها القوسين دول ميثود على طول. دي الاقواس اللي بتعرفك الميثود. يعني شايف الريد لاين دي ميثود، واخد بالك؟ وهنا الكونسول دوت رايت لاين دي ميثود برضه، شايف القوسين دول ميثود، تطبع لك حالة على الشاشة، ودي بتجرى حالة من اليوزر. لما ادوس كنترول في 5 كده شايف طبعت معاك يا احمد حسن. طب في انواع تاني من الميثود غير الفويد دي؟ يبقى ده اول نوع اللي هو الفويد. قال لك فيها نوع تاني، لو جيت جبت له هنا public static، اقول له انت بقى، وليكن هنجمع sum، سمي الميثود بتاعتي sum. يعني ايه انت؟
هنا قُلت له void يعني إيه؟ يعني ما بيرجعليش قيمة، أنا باطبع حاجة على الشاشة، مش مستني منه الmethod دي ترجع لي أي قيمة، لأ أنا هنا قُلت له int يعني الmethod بتاعتي هترجع لي حاجة من نوع int، هترجع لي قيمة من نوع int اللي هو ناتج الجمع ده، ودي اسمها ودي القوسين، وهنكتب اللي هي curly brackets بتاعتنا. إيه ده؟ هنا كده هنقول له إيه، شايف هنا مدّيك error يعني أنت بتقول إن دي بترجّع، طب فين اللي هترجّعه؟ أقول له أهو كتير يعني رجّع ماشي، وليكن هنجمع الرقمين نقول له 5 زائد 5 يبقى هو هيعمل إيه هنا؟ عملنا إيه، قُلنا له public static دول ثابتين معانا، دي اللي بتتغيّر، دي الmethod دي بترجّع، وسمينا الmethod sum والقوسين بتوعنا، وجيت قُلت له هنا لازم تكتب return دي، return يعني إيه؟ يعني هنرجع لي القيمة دي، هيجمع الرقمين دول ويرجّعهم لي، هيرجّع 10. طب أستخدمها إزاي؟ أنا هنا في الvoid هنا كنت باطبع على طول، فمش محتاج أطبع هنا، قال لك لأ، عشان أنت تستقبل القيمة دي، قال لك لازم تستقبلها جملة طباعة على طول، عشان تطبع لي على الشاشة، ما أنا لو عملت كده مش هتطبع، استدعيتها بس كده مش هتطبع، وهنجربها دلوقتي لو دوسنا Ctrl F5 شايف طبع 10 أهي، فاللي عايزك تعرفه من الmethod يا بترجّع قيمة يا void ما بترجّعش، أنت هنا بترجّع، طب لو خليناها double يبقى هترجّع لي القيمة بتاعتي من نوع double، دوس Ctrl F5 شايف 10.5 أهي، نفس الكلام. خلّيناها float أيًا كان string method بترجّع string تمام، يبقى الmethod بتاعتي يا إمّا بترجّعش قيمة void يا إمّا بترجّع قيمة. طب قال لك في إيه، نوع تاني معانا من الmethod قال لك ده إيه، لو جينا عملنا هنا قُلنا له public أو خدنا دي زي ما هي كده control C control V وقُلنا له دي وليكن هنسميها أيًا كان مثلًا، هنقول له إيه sum 2 وجيت عملت له هنا بدل ما قُلت له هنا رجّع لي الX زائد الY لأ، جيت قُلت له هنا إيه int X وint Y يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا parameter ادّيت للmethod بتاعتي parameter ليه؟ لإن أنا مش كل مرّة هاجمع 5 و5 لأ، أنا عايز الuser بقى هو اللي يدخّل لي الX ويدخّل لي الY أي قيمة بقى 10، 11، 15 يبقى أنا بصيت للmethod بتاعتي parameter هنا كده في الأقواس دي، قُلت له X وY فلمّا هنا أبعت قيمة الX هيحفظها هنا في الإكسل والY نفس الكلام. طب هنا هاستخدمها إزاي؟ نفس الكلام هنا، خلّيها هنا 2 أو نكتب هنا تاني نمسح دي ما تتلخبطوش، نعمل CW ماشي، هنقول له sum 2 سيبها على كده هيدّيك إيه error ليه؟ بيقول لك أهو فين البارامتر بتاعي؟ شايف بارامتر أهو، يبقى أنا لو قُلت له اجمع لي 10 و10 شايف الerror راح، فال10 دي الأولانية هتتحفظ في الX وال10 دي التانية تتحفظ في الY على الترتيب اللي أنت كاتبه ده بالضبط، يعني لمّا أدوس Ctrl F5 كده هيطبع كام؟ قصاد 20، 20 أهو، يبقى فهمت البارامتر، إزاي أباصي البارامتر وإزاي أبعت له قيمة، باكتب هنا البارامتر بتاعي وليكن قُلت له string عادي، هنا واخلّيها ترجّع string فاهم؟ عادي string الX وint الY بس عادي ممكن تخلّيها الاتنين string فاهم؟ أو double أي نوع أي data type يبقى ده البارامتر بتاعي تمام؟ قال لك عندي نوع تاني من الmethod يعني لو مسحنا كده البارامتر ده وقُلت له دي sum ينفع أكتب 2 بنفس الاسم كده؟
شايف مدّيك error ليه؟ ما ينفعش يبقى عندي حاجتين بنفس الاسم. قال لك لأ ينفع، هنا عندي حاجة اسمها method overloading أو overloading. يعني إيه؟ يعني أنا باكتب 2 method بنفس الاسم. إزاي مدّيك هنا error؟ قال لك لو جيت هنا عملت في واحدة منهم قُلت له دي بتاخد parameter integer من نوع X، شايف اتشال الmethod. يبقى ده اللي بيفرق دي عن دي. يعني أنا لمّا آجي هنا أقول له الsum دي، أقول له الsum دي نفّذ لي اللي فيها، هيروح ينفّذ أنهي؟ هينفّذ دي اللي ما فيهاش parameter. لو جيت قُلت له نفس الsum بس إيه، خُد ال5 دي، هيروح هنا يشتغل على دي. شايف ما اعطاكش أي error خالص. يبقى الmethod overloading تعمل 2 method بنفس الاسم، بس اللي بيختلف الparameter. طب لو جيت هنا قُلت له int x أو int y هيدّيك error. ما هُم نفس الparameter، يعني دي sum ودي sum ودي بتاخد parameter. طب لو جيت هنا قُلت له int m مثلًا، شايف اتشال. يبقى لازم يكون في اختلاف في عدد الparameter، هنا 2 هنا 1 هنا 3 هنا 2، أو هنا ما فيش وهنا في 1 بنفس الاسم. وصلت الmethod overloading؟ يبقى اللي عايزك تعرفه من الmethod إن هو block of code، مجموعة أكواد، تمام، بتنفذ لي حاجة معيّنة، يا إما بترجّع قيمة، يا إما ما بترجّعش قيمة، بتطبع على الشاشة بس. تمام. ممكن آجي هنا أقول له إيه، هنا x وهنا y، وتيجي هنا بدل ما تقول له رجّع الx والy، لأ هتيجي تقول له هنا إيه int sum equal لx زائد y، وبعدين اعمل لي return للsum. هي باينة. الخطأ اللي ممكن ترجع فيه بقى، لو جيت قُلت له هنا CW اطبع لي وليكن أي حاجة، بعد الreturn مش هيتنفذ أي حاجة. يبقى لازم الreturn. شايف حتى لونها بهتان كيف لو جيت حطيتها هنا فوق؟ شايف لونها رجع غير وهي هنا. شايف؟ فيما معناه يعني إن ما ينفعش كان not be مش عارف ما ينفعش تبقى تحت الreturn دي آخر حاجة. تمام. لازم أي حاجة تكتبها فوق الreturn. وبس كده كانت الmethod بتاعتنا، عرفنا إزاي بنعرّف الmethod وإيه فايدتها، وإزاي بنعمل method calling أو calling method، إن إحنا بنناديها، بنستدعيها، بنستخدمها. يعني أنا لو مسحت كل الاستدعاء ده كله في الmain، هنا باستدعيها في الmain عشان تبقى عارف. هنا باشتغل برّه الmain خالص، شايف قوس الmain أهو، أنا شغال برّه جنبيها أهو، الmethod بتاعتي هنا برّه، واستدعيها في الmain لإن قُلنا الmain دي هي الentry point، نقطة البداية اللي بيبدأ منها البرنامج. تمام. يبقى باكتب الmessage بتاعتي فين؟ هنا في جوّه الclass. أنا ممكن أكتب message تاني هنا، public static وليكن void، تطبع بس على الشاشة مش هترجّع له قيمة. نقول له display. تمام. دي هتdisplay إيه بقى؟ نقول له CW اطبع لي إن الراجل أحمد ده ماشي، حسن، أيًا كان. وليه تدوس control F5؟ مش هيظهر حاجة. ليه؟ مش هيظهر ليه؟ فكّر سريعًا بقى، ما عملتلهاش call، ما استدعيتهاش هنا. لازم أقول له هنا display وأدّي لها القوسين بتوع الmethod semicolon control F5، ظهر لي أحمد حسن أهو. تمام يا شباب، إن شاء الله المرّة الجاية هناخد أمثلة كتير بقى مع بعض، ونفهم يعني إيه method أكتر من كده. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.